صديقتي هبه راح تجرب الضفادع. وسكنونو رح يجرب الارانب. اعطيني. سلم واستلم. اليوم احنا ويا صديقتنا هبه. اهلا سكنونو، مشي معي بدي طعميك اغرب الاكلات اللبنانيه. الله يستر. جايين عند مستر عصفور بالترمينال دبي. مستر عصفور. عصافير. هاي الثانيه شنو؟ هذا فري. هذا شنو؟ ضفة الزيع. هذا اللي انت جاي على مود اليوم. خلينا ندخل المطبخ ونشوف. قاعد على نار منتظر الاكله المفضله الضفادع. نزل لنا 2 ضفادع. هبه لديكم؟ لا خوف عليكم، باقتها من عندي ترى. ده اول شيء يشيشنا العصافير، عندهم العصافير المشويه والمقليه، وكمل عندنا شيش العصافير. هلا بعد الشوي غير شكل. هذا الضفدع، يعني لبناني هذا الضفدع؟ فرنسي. اها، وصل الاكل؟ والله ما ادري. سؤال، هم ما يجيبون خبز شيء؟ الظاهر ما تعرف تاكل. أي. الضفدع ينوكل بس ملح بدون خبز. طبعا هاي اول مره اجرب الارانب همين، لا عبالي. مع اني رحت على مصر بس ما جربتها. يعني تجرب الضفادع والارانب؟ ايه الارانب مش مجربتها، كيوت الارنب ما لي قلب. والضفدع مو كيوت؟ بسم الله، ما قلت لي شنو رايك؟ عادي قريب للدجاج شوي. اقوى من الدجاج. العصافير المشويه وهاي المقليه. ونمطرها بدبس الرمان. خلينا نذوق امرنا الله. يلا هبه. انا ما بحب العصافير. صدق؟ ما فيها شيء عظم. ما بيها لحم. لا تعبر. والضفادع قريبة لجوين يا الضفادع. اي قريبه. والان مع المفاجأة الكبرى، هيدي هي الضفدعة. ها. الله يعطيك عافية. انا عليه. هيدا ضفدعتك شوي. اي ضفدعك تكو قسمه بالضفادع. باكر ولا ضفدع بالعراق كله شوي. هاي ضفدعتك. عم ستر علي. سمي سمي شنو باكر. مرة هدي يا احمد. لا ابد، راح اشرب دبس رمان تشبع. شوفوا هي تجربه غريبه، يعني اكو ناس يجربوها، احنا ما نتقبلها يعني. هلا انتم بس واحد ينسى يعني عن جد، حتى الارنب أي. مجرد انك انت تشيل على جنب وتاكل، اذا ما عرفت شو هو حتلاقيه لحم عادي مثل الدجاج. هسه شنو لبنان؟ صارت 1-0 اصلين؟ ما جبنا نخليك تجرب بالزيت. بالزاء منو الثواني؟ بالزيت يعني- حلزون. حلزون؟ تاكلوه؟ حلزونه يما الحلزونه. شوي لو قلي؟ ايه لا مقلي. اي عاش تيدك. عيني نشوفكم باكر ويا هبه. اذا شفناها باكر لا جايتكم على العراق. كل الهلا. بس بعدنا ضفادع. في مال لا.